انا كنت فعلا مش فاهمه اي حاجه غير جود مورنينج، بس يعني انا مش عارفه غير صباح الخير. قعدت ادور على كورسات وكده. انا الكليه بتاعتي في بورسعيد وانا اصلا من القاهره، فاي كورس هاخده لازم اخده فين؟ في الاوفلاين. ففضلت ابحث على اي كورس اونلاين، طبعا برضو ما لقيتش وكنت كل اللي بدور عليه دايما الاونلاين بيبقى اقل شويه ككفاءه من الاوفلاين. فصاحبتي كانت ماسكه التيك توك عادي، هي ذا برو انجلش، كان في فيديو فدخلت وشفت، وبعد كده دخلت على الصفحه. اول حاجه قالوا ان هم يحددوا مستوى، كده كده من قبل ما يحددوا مستوى انا قلت ايه، لا انا لازم قبل انا كده كان صفر، لان انا عندي فعلا مش بسمع كويس. بدات اول سيشن خالص، وساعتها عملوا كان انستراكتور زي سبيكينج كده، وبدا يقيس معايا الاستماع والطلاقه بقى في طريقه الكلام وكده. طبعا ايه، بدات من زيرو خالص. وصلت دلوقتي انا ليفل 7. حاليا بدات اعرف اتكلم عن يومي كويس، اعرف اتكلم عن حاجه في الماضي برضو كويس جدا. مفيش كورس بيوفر ان 4 ايام انا باخد كورس، غير ال4 ايام هم عاملين يومين فري لاي حد، يوم على تيك توك ويوم على الموقع زوم. فاصبح ان انا 6 ايام انا بمارس اللغه. فبقيتش اخاف. الاول كنت الاول اخاف انطق كلمه قدام اي حد، دلوقتي لا، يعني اتكلم عادي، اغلط عادي جدا واتعلم. ما كنت الاول عندي رهب اجتماعي بطريقه مش طبيعيه. حاليا بقى مستنيه ان شاء الله يعني اخلص ايسو. طبعا في فرق شاسع بين ما انا كنت ما بدات عن دلوقتي، بس لا، نفسي اخلص بي 1 على الاقل علشان ابتدي بقى انزل شغل، لان اي شغل طبعا بيتطلب ان انا لازم يكون معايا بي 1 اول حاجه.